ظهرت زوجة الفنان وليد توفيق جورجينا رزق ملكة جمال الكون 1971 لأول مرة في برنامج معكم تقديم الإعلامية منى الشاذلي. وأعربت جورجينا عن سعادتها بتواجدها في البرنامج، وقالت: أنا ماشية زي ما ربنا عاوز بدون تخطيط. وأكد وليد توفيق أن والده كان يضع صور جورجينا رزق في المنزل، ولم يجد بيتا بدون صور جورجينا. وأكد النجم اللبناني وليد توفيق أن الشعب السوري احتضنه كثيرا، وقدم عدة أفلام وحققت نجاحا كبيرا مع الفنان دريد لحام، مضيفا: بعد ذلك سافرت إلى باريس وكانت خطوة مهمة في حياتي، وكان معايا فنانين عرب منهم عبد الله الرويش. وأضاف وليد توفيق: اشتغلت في الكهرباء والنجارة في صغري ولم أندم على ذلك، وعمري ما زعلت من والدي الذي احتضنني أيضا، وتوفى في السعودية أثناء الحج. وقال: عانيت الكثير في لبنان مع أهلي خلال الحرب، حيث لا يوجد كهرباء ولا مياه، وحتى أرصدتي في البنوك راحت عليا. وأعرب الفنان وليد توفيق خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم الذي يذاع على فضائية أون أنه سعيد بأغنيته الأخيرة التي تحمل اسم أصحاب السعادة من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيى، مشيرا إلى أنه قدم الأغنية بعيدا عن الحزن الذي عشناه خلال الفترة الماضية. وأضاف خلال لقائه أنه تعرف على الموسيقار محمد عبد الوهاب وجلس معه وأهداه أغنية بلاش تبوسني، وحينها سألته: إيه الميزة اللي فيك؟ ورد: التسامح. وطرح مؤخرا النجم وليد توفيق أغنيته الجديدة باللهجة المصرية تحت عنوان أصحاب السعادة على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة المنصات الموسيقية، وهي من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيى وتوزيع محمد عباس، وأخرج الكليب ساري منير. كما انتهى النجم وليد توفيق من تصوير كليب أغنية مصر يا أم السلام، حيث قدمها في السابق وغناها في الحفلات على شكل أغنية سينجل، ليقرر طرحها كفيديو كليب، وقام بتصويرها في الأهرامات.